الماكله ديال الدجاج في الترموميكس تكون في بنياتي اللي غادي تكون عطاتنا هذا الخير. عمرني ما شفت بيض بحال هذا، كنقصد لكم اللون ديالو انه منقط بحال هكا، وشفتوا الحجم ديالو في اليد ديالي تبارك الله. نخليك انت تحكم على الكاليبر. سبحان الله العظيم. قالوا لي الدجاج ديالك راه غليظ، راه ما يبيضش. قالوا لي الجو عندكم في اوروبا بارد. اللي قال حتى ان هاد الدجاجات هادو راهم شيبانيين، يعني بلغوا من السن عتيه، ما عندهم ما يعطيك، راهم شابو هادو، راه فاتوا العامين. كنتقاسم معاك التجربه ماشي غير الاراء. راه كاين اللي قال هاد الدجاج راه غليظ بزاف، ما عنده ما يعطيك، راه ناط ليه الشحمه اصلا في البلاصه اللي غيبيض منها، كتعطيه الماكله بزاف. ابن بوزيد هذه صالحه، هذه ما صالحاش. كلامكم هو الكبير اخوتي وخواتاتي، انا كنتقاسم معكم تجربه حيه. وفي نفس الوقت النظام الغذائي اللي تبعت لهم، واش الحار، واش درت لهم البصله، واش عطيتهم شنو كيقولوا كيف قالوا لي الناس الحلبه. المهم انا غادي نعطيكم كلشي. قالوا لي اودي عطيهم لا كوريوند. هكا بنتي جبت لكم الكادو اليوم. شوف 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 شوف. تقاوت وليداتي، تقاوت. شوف طحنت لكم اللوز، القرقاع، قاويت اكاجو، عبار حلوب بان. اليو كيكا، فين هي كيكا؟ فيان كيكا، فيان اجي يا بنتي اجي. ها واحد شد، ها حطمزه، ها اجي تاكل، اجي فيان مونجي فيان. هذا مشون نصاوب لهم ماكلتهم في الترموميكس. راه ماشي كنطيب لهم في الترموميكس، راه غير الماكله ديالهم كنطحنها لهم في الترموميكس. اجي نوريك شنو المشكل. بعد اول حاجه قالوا لي الاخوان كتعطيهم السيكالين، انا غادي نوريك. شوف هذا راه ميلونج يعني خليط ديال الحبوب. اللي هاد الحبوب هادو كيجيهم على سبيل المثال بحال الصوجا، كتجيهم غليظه ما كانوش كياكلوها وياخذوا بالفايده ديالها. دونك انا شنو درت؟ طحنت لهم هاد الشيء كامل. المهم انا غادي نوريكم. اجي يا بنتي اجي. هاك كاين بلاتي غنديرو لكم لداخل، بلاتي غنديرو لداخل باش ما يقطرش عليه الاخر. ولا نخلي لك هنا. يلا بلاتي نخلي لك هنا الماكله. يلا بلاتي هاك باش نديروها هنا. سي بون ايسي. يلا هاتي غادي نبدل لكم هاد النوغيسور اللي درناه غير باش ديبانيو. المهم واخا الظروف المناخيه ما سخوناش، ولكن راه الدجاج كيستحمل البروده اكثر من اللي كيستحمل الحراره. يعني راه يقدر يبيض في البروده اكثر من اللي غادي يبيض ملي تكون الكانيكول والحراره. واحد الملاحظه مهمه، راه هاد الدجاج راه كان عايش في واحد ستريس في الاول. علاش؟ لحقاش ديجا بيير اللي كانوا عايشين معاه عنده الكلاب وعنده حتى القطوط، وفي نفس الوقت هادوك الديور اللي دايرين به حتى هما عندهم العديد ديال الكلاب وديال القطوط. انا حتى شي قط حتى شي كلب ما كيدخل هنا، يعني كيحسوا بالامان وما بقاوش كيعرفوا شنو هو لو ستريس، يعني التوتر. نرجعوا للنظام الغذائي الاساسي واللي هو هذا، واللي هو ها شنو الفائده ديالهم كاينه هنا. راه ما كايناش اصلا في هذوك المأكولات اللي غادي نطحنوا لهم. اكثر حاجه كيستافدوا منها هو هذا الشيء هذا. هو هاد الانواع ديال الربيع اللي كياكلوا من التخيفل، كياكلوا اصلا من بزاف ديال الانواع. راه عندك يصحابك راه كاين هنا غير الكازون، راه ما كاينش غير الكازون. راه كاين شي حوايج اللي الله سبحانه وتعالى الوحيد اللي كيعرف الفائده ديالهم فيها. فيا ما في فيا اجي عاودوا لهم شيبه. ها انت كيفاش كتشوف؟ راه تبارك الله كنفيق كنحل عليهم، كيجيو اكثر حاجه كيديروها كياكلوها هنا. كياكلوا هنايا نعم سيدي من هذوك الدود، يعني الدود اللي كيعيش في الارض، يعني من لي زورغانيزم. كياكلوا لي ليماس، كياكلوا شنو كيقولوا، كياكلوا لي زيسكارغو يعني الحلزون. كيضلوا بحال هكا النهار كامل وهما كينقبوا. وفي نفس الوقت شوف الخير اللي كيعطيونا، ان هاد البزق حشاك ديالهم راه كيغذي الارض حتى هو. حنا محتاجينك الزين، محتاجينك تعمري علينا غير البلاصه. هذوك البيضات الله يجعلهم سبيل الله، تفرحونا وتنشطوا حدانا ونشطوا ويجريو معكم وليداتنا. والناس اللي قالوا لي راه غادي يوسخوا لك، ما غادي يوسخوا لك، اودي راه كلشي كتديه غير الشتا. ها انتم هذاك البزق اللي كان كيبزقوا ليا كاع هذوك التيوري اللي عقلتوا عليهم من الفوق، ايوا ها انتم كيفاش كتشوفوا. راه عوض لي ربي واحد بوحدين اخرين. المهم عند الرحمن راه هي النيه بالنيه.